هم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهارده حابة أكلمكم عن موضوع مهم جدًا لكل شخص تايه في حياته وحاسس إن هو فاشل وحاسس إن هو ما عملش حاجة في حياته. أحب أقول لك أنت مش فاشل ولا حاجة، لكن أنت لسه ما عرفتش أنت ربنا حطّك في أنهو دور في الحياة، وإيه الدور اللي أنت ممكن تقوم بيه. أنت لسه ما وصلتش لدورك وقيمتك وإيه اللي المفروض إن أنت تعمله. طب إزاي أنا هاعرف دوري في الحياة؟ دورك دوّة أنت هتفضل تجرّب كتير جدًا وتوصل وتتعثّر وممكن تُقع وممكن تقوم، لحد ما توصل لحاجة أنت فعلًا بتجيدها وبتعرف تعملها كويس جدًا وبتتفوّق فيها. ربنا خالق كل واحد فينا متفوّق في حتّة معيّنة. يعني مثلًا هتلاقي طبيب متفوّق في حاجة معيّنة، فممكن إن هو يستغل الحاجة اللي هو متفوّق فيها جدًا عن غيره ويبدأ يعلّمها للناس. أنت مثلًا واحد بيحب الرسم ومتفوّق جدًا في الرسم وبيرسم رسوماته حلوة جدًا، ابدأ علّم الناس إزاي ترسم كويس، علّمهم إزاي يعملوا رسومات كويسة، ابدأ انجز في الحاجة اللي أنت بتحبها، ارسم رسومات وابدأ إن أنت بيعها. شخص مثلًا في مجال المُدرِّس مثلًا، ولكنه بيعرف إزاي يوصّل المعلومة بسهولة، لبِق جدًا في كلامه، بيقدر إن هو يفهِّم الطلاب بطريقة سهلة ومبسّطة أكتر من المُدرِّسين التانيين، فتلاقي الناس بتلتف حوله والطلاب بيلتفّوا حوله لإنه بيعرف يوصّل المعلومة. هو ده دوره في الحياة. هو ربنا اجتباه في حتّة معيّنة موجودة عنده ومش موجودة عند غيره. كلنا هتلاقي عندنا حاجات ربنا اداها لنا وميزنا بيها عن غيرنا. لما بتعرف الحاجة اللي ربنا اداها لك وتبدأ ان انت تستغلها صح وتبدأ ان انت تشتغل عليها وتعلمها للناس، بتبدأ ان انت تحس يعني بتكبر في المجال دوت وبتبدأ ان انت تتفوق فيه وبتوصل لنجاحات انت ما كنتش متخيلها. يعني مثلًا في شخص بيعرف إزاي مثلًا يسمع الناس، فممكن إن أنت بتسمع الأشخاص، بتبدأ تدّيهم حلول لمشاكلهم. الناس اللي هي مثلًا بتشتغل life coach والحاجات ديّة، اللي هي بتبدأ تفيد الناس ببعض الخبرات وبعض المعلومات، وإزاي تعينهم على الحياة، وإزاي تخلّيهم إن هم يخرجوا من حالة اليأس وحالة الاكتئاب وحالة الحزن. الناس ديّة مثلًا اشتغلت على نفسها، هي لقت نفسها عندها الحتّة دي. يعني مثلًا مش شخص بيكون خجول ومش قادر يتكلّم وما عندوش معلومات، هي already عندها حتّة إنها حابة إنها تتكلّم مع الناس، حابة إنها توعّيهم، حابة إنها تقول للناس معلومات كويسة وتفيدهم، ولكن بدأت تشتغل على نَفْسها وتعمل يعني تشوف مثلًا مين المتفوّق في المجال دوّة وأبدأ أسمع، أبدأ آخُد كورسات في الموضوع دوّة، أبدأ إن أنا أتعرّف على الموضوع أكتر علشان أقدر لمّا آجي أتكلّم مع الناس أفيدهم في زوايا عديدة. ناس مثلًا من الدُعاء إلى الله، الناس ديّة هل هم قاموا من نومهم بدأوا يتكلموا عن ربنا ويقولوا مثلًا ويوعّوا الناس إزاي يعرفوا ربنا؟ طبعًا دوّة ما بيحصلش غير لمّا بيكون هم عندهم حُب شديد وتعلُّق جامد جدًا بربنا، وبدأوا إن هم يسمعوا دروس ويسمعوا من شيوخ كتير ويتعلّموا، علشان يوم ما ييجوا يتكلموا هيبقى عندهم لمّا حد يسألهم سؤال، لمّا يتعرّضوا لموقف، يبقوا عارفين هُم بيقولوا إيه ويتكلّموا إزاي. فأي شيء أنت ربنا بيميّزك فيه بيكون ربنا مصطفيك، هو ربنا أصلًا خلقك فيه إن أنت هتتفوّق في المجال ده. أي مجال بقى أنت ممكن تتخيّل، واحد بيعمل برمجيات ومتفوّق على زمايله وهو أحسن منهم في الموضوع دوّة، وهو يعتبر أشطر واحد فيهم، فيبدأ بقى إن هو يطوّر من نَفْسه ويبدأ إن هو يتعلّم أكتر، ويبدأ إن هو بعد كده لمّا يوصل لعلم ويبقى عنده علم، يبدأ يعلّمه للناس. خيركم
من علم الناس، يعني ان انت ما تكتمش علم. وفي عن رواية ان انت عن بعض العلماء ان ربنا حجبهم عن الجنة. ليه؟ ولما سئلوا ليه حجبوا عن الجنة مع ان هم علماء، يعني العلماء دول ورثة الانبياء، علشان هم كتموا العلم بتاعهم. هم كان عندهم علم لكن ما علموش الناس العلم بتاعهم. فانت اعرف ربنا يعني اصطفاك في انهي حتة وميزك فيها عن غيرك، الحتة اللي انت متفوق جدا فيها واللي انت تقدر ان انت تتميز فيها عن اي حد، وابدأ ان انت اشتغل على الحتة دي. مفيش انسان في الدنيا خلقه ربنا فاشل، كل الناس ناجحة، لكن في ناس بتعرف كويس جدا ازاي تشتغل على نفسها، ازاي تعلم نفسها، ازاي توصل للحاجة المهمة اللي ربنا اداها لها. بتدور كده جواها، بتعرف انا لا انا مميزة في الحتة الفلانية اكتر من الحتة دي، فتبدأ بقى تاخد الحتة اللي هي المميزة فيها وتبدأ تشتغل عليها يعني تتعلم اكتر، تشوف اكتر. وطبعا دلوقتي احنا عندنا مجال النت ومجال التكنولوجيا عامة الحديثة دي خلت ان انت كل حاجة بقت سهلة في ايديك، وممكن تتعلم كل حاجة وانت قاعد في بيتك، فما بقاش في حاجة صعبة. بقى كل الامور ميسرة، فانت تقدر ان انت تعمل كل حاجة انت عايزها، تقدر ان انت توصل للنجاح وتحققه، وتقدر ان انت تشتغل على الحتة اللي انت متفوق فيها وحاسس ان انت ممكن تجدها. اوعى تلقب نفسك بأنا فاشل، انا جربت كتير وفشلت. الشخص اللي هو المحبط اللي هو بيبقى ما عندوش قدرة ان هو يعني خلاص انا جربت كتير، انا عارف حظي من الدنيا، لا انا عارف دوت ما بيوصلش لحاجة، ما بيحققش حاجة. ولو انت شخص من الاشخاص اللي هم على طول عندهم يأس وعلى طول عندهم احباط، اشتغل على نفسك ان انت لا دايما اتفرج على الدروس اللي هي بتدي طاقة ايجابية. اتعامل مثلا مع الناس اللي هي اللايف كوتش او دكتور نفسي، او حاول ان انت اكتب في ورقة وقلم. انا المفروض ان انا ابطل اقول الكلام المحبط، المفروض ان انا بعد كده اكون ايجابي، المفروض ان انا اكون بشع طاقة ايجابية مش طاقة سلبية، المفروض ان انا ما اتكلمش عن الحزن كتير، لا انا عالج اي مشكلة عندي ودور على المشكلة بتاعتك وحاول ان انت تحلها. دايما شوف الحاجة، يعني ما تقفش مهما كان عمرك مهما كان سنك. في ناس بيبقى سنهم كبير جدا وبنلاقيهم بيكملوا في حياتهم، بيبقوا مثلا ما دخلوش كليات، فتيجي مثلا امرأة كان جوزها مثلا توفى وهي عمرها بعد بقى وصلت لل60 من عمرها وبدأت تكمل تعليمها، هي حاسة ان في حاجة ناقصاها، في حاجة هي وقعت منها وما قدرتش تكملها. يعني العمر نفسه هو مش هيقف ما بينك وما بين تحقيق أهدافك، مهما كان سنك مهما كان عمرك مهما كان التجارب اللي انت مريت بيها قاسية، اوعى تخليها توقفك، ودايما ابدأ من جديد. مفيش شخص ربنا خلقه فاشل، لكن في أشخاص ناجحة جدا بتشتغل على الحاجة المميزة عندها وتبدأ انها تطورها وتبدأ انها تتعلم عنها كتير جدا، علشان بعد كده بتوصل لمرحلة انها بتعلم الناس، بتقول للناس انا انجزت في الحتة دي ازاي قدرت ان انا اوصل للنجاح دوت، ازاي قدرت اعمل كذا. طول ما انت عايش لازم تتعلم ولازم تعلم الناس كل